سبقت دموعي منطقي وبياني، فمصاب أهلي في حماة رماني، حتى الحمام بنوحه أشجاني، ونحيبه فوق الديار كواني، فمياه عاص خضبت ليعاني بلبوس ثوب شقائق النعمان، وبه نواعير الحياة تحشرجت ترثي حماة لفرقة الخلان. ماذا أقول وقد علتني غصة حرات تهز من الفؤاد كياني، فعجزت عن نظم يناسب قدرها أم الفداء، فخطبها أدماني، بهلال شهر الصوم روع أهلها، بدوي قرع الحرب للميدان. زعم الممانع أن أهليها أتوا يرجونه بمغلظ الأيمان، حشد المقاوم جنده وذئابه لتزيل من بلد الأمان أماني. أهدى إليهم فوق متن صفيحة حمما تكون لمن يصوم تهاني، ويهنئ الجيش العظيم بعيده، أنتم لقتل الشعب كالشجعان. أنعامة في الحرب قبح جبنكم، وعلى الديار تأسد وتفاني، أطفالها ذبحوا بحقد ضغينة كضحية بمذابح القربان، وحرائر تروي عن الجرحى بما يمسي الرضيع به مع الشيبان. أولا ترون من الثكالى غصة تذر الجبال تخر للقيعان، ولدى الأرامل لوعة حراقة تكفي لسجر البحر بالنيران، ونحيب شهقات اليتامى إنها تدع الحليم يطيش كالحيران. مثل الزهور شبابها شاهدتهم يرموا بغدر عصابة الأعوان. مثل الزهور شبابها شاهدتهم يرموا بغدر عصابة الأعوان. حسب البغاة رؤوسهم بشموخها إرما علت كشوامخ البنيان، فرموهم حقدا بألف قذيفة تغشى الرؤوس تقر في الأبدان، وتدك كل كنيسة أو مسجد، ومنازلا سحقت من الأركان. قد هزهم صوت الأذان تريعهم الله أكبر، مقتل الشيطان. فمضوا على هدم المآذن نقمة ليزال من أرض الشام أذان. كل البلاد إذا تألم أهلها هبت شعوب الأرض دون تواني، إلا على الشام الشريف فإنهم شحذوا سهام الخذل والبهتان. حتى عدمنا من القريب مؤازرا، وبأخوة الإسلام أي تفاني. لا لن أصيح بأمتي، لا لن أصيح بأمتي ومعتصم، لا لن أصيح بأمتي ومعتصم، فشكايتي عرجت إلى الرحمن. يا شام حسبك ما رواه نبينا،
أنت الملاذ بآخر الأزمان، وعليك عمود الهداية ينصب، وتقوم فيك جماعة الإيمان. فلنا دعا دون البلاد حبيبنا، ويظلنا جند من الرحمن. سيدك كل البغي يهزم جمعهم، ونكون في منأى عن الخذلان. ويجيء وعد الله حق نصره، ويضيء نور الفجر كل مكان. لا لن أصيح بأمتي ومعتصم، فشكايتي عرجت إلى الرحمن. حماة ونواعير الحياة، قصيدة بالشاعر السوري الكبير طير الحوران الحر، إخراج وأداء الإعلام الفلسطيني جهاد الترباني. من النشيد إلى النشيد تحولت حماة خلال أيام تقل عن أصابع اليد الواحدة. هذه حنجرة ربما كانت من اللواتي صادحنا يوم الجمعة الماضي بهتاف ارحل يا بشار، وقد ابتلعت بعد يوم أو بعض يوم برصاصة متفجرة، أو لعلها استؤصلت بموس حاد وحزت معها الأوردة والشرايين، بل جز نصف الرقبة، ثم ألقيت جثة صاحبها عند ضفة نهر العاصي. هل الرسالة إذن ترهيب المتظاهرين ضد نظام الحكم بأبشع صنوف الموت إن واصلوا الغناء للحرية؟ معضلة القتلة هنا كما تقول سيرة المقتولين في كل زمان